بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الغاليين، طلاب اولى اعدادي، النهارده بنستكمل بقيه درسنا تنوع الكائنات الحيه، ومعانا درس جديد بنتكلم عن تصنيف الكائنات الحيه. يا ترى النهارده يا استاذ محمد انت مجهز لنا ايه؟ اولا، ما معنى كلمه تصنيف؟ احنا قلنا ان ده علم وهو من احد فروع علم مين؟ الاحياء. يعني علم الاحياء ده يا استاذ عباره عن علوم كتيره قوي، من ضمنها علم اسمه الهندسه الوراثيه، هيستولوجي، مورفولوجي، بيولوجي، تمام؟ كل ديت علوم، من ضمنها علم اسمه ايه؟ علم التصنيف. طب يعني ايه بقى؟ هو احد فروع علم الاحياء، بيبحث عن اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الايه؟ الحيه. طيب هيهتم بيه يا استاذ؟ يبقى بدراسه مين يا شطار؟ الكائنات مين؟ الحيه. هيوضع المتشابهات في مجموعات على حسب خصائصها المشتركه. طب ايه السبب؟ لتسهيل دراسته. تعريف طويل شويه بس سهل، اللي فاهم هيقوله على طول. طيب احنا هنصنف الكائنات الحيه، عندنا نبات وعندنا، ركز معايا يا حبيبي، عندنا ايه؟ اولا هنتكلم عن تصنيف النباتات، فهنصنف النباتات على حسب حاجتين: الشكل الظاهري وعلى حسب طريقه التكاثر. يعني الشكل الظاهري يعني الشكل الخارجي، فهنقسمها لحاجتين: اولا نباتات تتميز بجذر وساق وورقه. جذر وساق وورقه زي ايه؟ زي مثلا الفول، البسله، الفاصوليا، الحلبه. اي نبات يخطر على بالك هيكون انت شايف فيه جذر وساق وورقه، يبقى هو ده. طيب امال بقى لسه في تصنيف تاني، لا تتميز لا بجذر ولا ساق ولا ورقه. يعني ايه؟ يعني ما فيهاش ولا جذر ولا ساق ولا ورقه. زي مين يا دكتور؟ قال لك زي الطحالب. عندنا الطحالب في منها طحالب بنيه، طحالب حمراء، طحالب ايه؟ خضراء. تمام كده؟ استخرج الكلمه المختلفه. مين يجاوب؟ لو قلت فول، بسله، ذره، طحالب. برافو عليكم، هي الطحالب. طب الباقي ايه؟ نباتات تتميز بجذر وساق واوراق. برافو عليكم طلاب القمر. ثانيا هنصنف النبات على حسب طريقه التكاثر. يعني ايه طريقه التكاثر؟ يعني زياده العدد. عندي نبات عايز يبقى 2 أو 3، قال لك عندنا طريقتين: في بالجراثيم وبالبذره. طب يعني الجراثيم بنقوله من امثلتها حاجه مصطلح اسمه الصراخص. بيجي طالب يقول لي لو سمحت يا مصر، ايه كلمه الصراخص دي يا مصر؟ الصراخص نباتات ارضيه صغيره. نباتات ايه يا دكتور؟ ارضيه صغيره. النباتات دي بقى من امثلتها حاجتين، هنقوله الفوجير وكزبره الايه؟ البان. طيب اما البذره في منها حاجتين: المعرات البذور، مغطاه ايه؟ البذور. طب يعني ايه معرات؟ لا تحتوي على غلاف سمن. لا تحتوي على يا دكتور؟ غلاف سمن، ولكن توجد بذورها داخل يا حبايبي؟ داخل مخاريط، وهنشوف شكلها دلوقتي على الشاشه. طيب منها امثلتها عن نبات اسمه السيكس والصنوبر. طيب مغطاه البذور، تتكون بذورها داخل مغارات، تتكون بذورها داخل غلاف سمن. تتكون بذورها داخل ايه يا بلال؟ غلاف سمن. تتكون بذورها داخل ايه؟ غلاف سمن. طب سؤال بقى، هنقسمها لحاجتين: ذات فلقه واحده وذات ايه؟ فلقه واحده. زي الذره، القمح، الشعير. لو انت مسكت حبايه ذره، هل تقدر تقسمها الاثنين كده؟ صعب جدا يا مصر. طب لو مسكت حبايه فول تقدر؟ يبقى دي معنى كلمه فلقه واحده، ومعنى كلمه ايه؟ فلقتين. سؤال علي اللي يجي لك في الامتحان، اللي عارف يرفع ايده. انا ما قلتوش في الشرح، تمام؟ بس تقدر تستنتجه من السبوره. علل، يعني قول السبب. علل ليه نبات السيكس من معرات البذور، وليه نبات الفول من مغطاه البذور؟ اتفضل. لأنها تحتوي على غلاف ثماني تكون من البذور، وبينما مغطاة لأنها لا تحتوي على غلاف جوي مغطاة بالبذور. تمام، ماشي، نظبط الإجابة. برافو عليك. ها، مين يقول تاني؟ اسمع تبع إجابتك. مين يقول؟ اتفضل. ليه السيكس من معرات البذور؟ السيكس لا يحتوي على غلاف سمني، لأن السيكس يحتوي على البذور.
تمام. طيب اما المغطاه تحتوي على غلاف ايه؟ سمك. في حد قاعد عنده اي استفسار في الجزئيه ديت؟ طب يلا ندخل على تصنيف الحيوانات. شكرا طلاب القمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني معانا من التصنيف، تصنيف الحيوانات. قدرنا نقسم الحيوانات لثلاث اجزاء او على حسب ثلاث حاجات: تدعيم الجسم، ثدييات على حسب عدد ونوع الاسنان، ثالث حاجه مفصليات على حسب عدد الارض. هنبدا في اول جزء تدعيم الجسم. عندنا في حيوانات رخوه وحيوانات لها دعامه. مش فاهم يا استاذ؟ يعني انا بقسم على حسب تدعيم الجسم لحاجتين: اول حاجه حيوانات رخوه، وتاني حاجه لها دعامه. يعني ايه حيوانات رخوه؟ يعني لا يحتوي جسمها على دعامه. دعامه زي ايه؟ الصدفه، العظم، دي اسمها دعامه. طب زي ايه يا مستر اللي ما فيهوش دعامه خالص؟ الاخطبوط، قنديل البحر، الديدان. خلاص؟ راجعها تاني واسمع الفيديو مره واثنين وذاكرها. طيب اللي لها دعامه بقى يا مستر، قال لك والله ممكن تبقى الدعامه دي داخليه او خارجيه. طب طالب يقول لي خارجيه زي ايه؟ المرحاض، طبع الصحراوي، الخلول اللي هي المخلول بتاعتها. هتلاقي من جوه جسم رخ بس من بره فيه ايه؟ صدفه. دي اسمها الدعامه الخارجيه. طيب الداخليه بقى اي حاجه تخطر على بالك لما تيجي تفتحها من جوه تلاقي فيها عظم، تمام؟ او جسم صلب زي مين يا مستر؟ زي الطيور، الاسماك، الزواحف، الثدييات. في بقى حاجه مشتركه فيها دعامه داخليه ودعامه خارجيه زي السلحفاه الايه؟ المائيه. كده احنا قدرنا نفهم الجزئيه دي. تعالى بقى الى المفصليات على حسب عدد الارض. يعني ايه مفصليات؟ مفصليات حيوانات لا فقاريه تتميز بوجود ارجل مفصليه. لو سمحت يا مستر هنقسمها لايه؟ قال لك ثلاث حاجات: حشرات، عنكبوتيات، عديد الارجل. مستر يعني ايه حشرات؟ حشرات يعني تتميز بوجود ارجل مفصليه. عددها كام؟ 3 ازواج. ينفع نقول 6؟ ينفع، بس تقول 6 بس. يبقى هنقول الحشرات تتميز بوجود كم رجل يا دكتور؟ 3 ازواج من الارجل المفصليه. اي حاجه تلاقي فيها 3 ازواج يبقى اسمها حشره، زي الجراد، النحل، الذباب، الصرصور، النحله. عنكبوتيات هتتميز بكام زوج من الارجل؟ 4. السامع كام؟ 4. زي عنكبوت وعقرب. ده سؤال في الامتحان. سؤال في الامتحان قبل امتحانك ما يتحط. السؤال بيقول ايه؟ اذكر فرقا واحدا بين ايه يا استاذ؟ العنكبوت والذبابه. السؤال انت ما عرفتوش يا هايدي، تمام؟ يتذاكر. طيب جاوبوه بقى، تمام؟ وابعت رساله بيه. طب عديد الارجل تتميز بوجود عدد عديد من الارجل المفصليه. عندي 2 و44 وزاد الالف ايه؟ قلم. طيب ثالث حاجه ثدييات. حسب احنا بنراجع الجزء كله في 3 دقائق، تمام؟ طبعا الكلام ده اتشرح ما يقرب فيه 25 دقيقه، تمام؟ فده ملخص سريع كده. اسمع الايات. ثدييات على حسب عدد ونوع الايه؟ الاسنان. عديمه هنقسمها ل3 حاجات. حاجتين: الاول عديمه الاسنان ولها اسنان. الاول بقى يعني ايه يا شاه؟ معنى كلمه ثدييات؟ قلت يعني ايه ثدييات يا روى؟ الناس اللي ورا ها؟ يعني ايه ثدييات؟ اتفضل. هي الاشياء التي اتلت برافو عليك. يبقى كائنات حيه. كائنات حيه، ركز معايا صفاء. كائنات حيه مالها؟ تلت وترضع ايه؟ صغيرات. طيب تعالى بقى عديمه الاسنان زي الكسلان ومين؟ والمدرج. طب اللي لها اسنان هنقسم 3 حاجات: لها اسنان اماميه ممتده للخارج، حيوانات لها قواطع حاده، حيوانات لها انياب مدببه وضروس ايه؟ حاده. يجي طالب يقول لي لو سمحت يا مصر، لو سمحت يا مصر، لها اسنان اماميه ممتده للخارج. ليه؟ اول سبب للتمكن من القبض على مين؟ الحشرات زي القنفذ، تمام؟ طيب ثاني حاجه حيوانات لها قواطع حاده زي القوارض والارنبيات. يعني ايه قوارض؟
يعني لها زوج من القواطع في كل ايه فك، يعني زوج فوق وزوج تحت. القواطع اللي هي ايه؟ اول ما تفتح فمك كده هتلاقي في سنتين كده فوق، هم دول اسمهم القواطع، زيهم تحت، هي دي اسمها يا حبيبي القواطع. طيب يعني ايه ارنبيات؟ هتحتوي على زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج واحد في الفك الايه؟ السفلي. القوارض زي الفقر، اليربوع، السنجاب. اما الارنبيات زي مين الارنب؟ انا عايز اسال سؤال. طالب هيقف يقول لي ايه هي الحاجه المشتركه بين القوارض وبين الارنبيات؟ القوارض والارنبيات. اتفضلي كده. الفك السفلي. يبقى اسمها ايه يا جميله؟ الفك الايه؟ السفلي. طب الاختلاف بيبقى في الفك الايه؟ الله يفتح عليكم. طيب اخر حاجه لها انياب مدببه ودروس حاده مثل اكلات اللحوم زي الاسد والنمر. ده بالنسبه لتصنيف النبات. تصنيف مين يا حبايبي؟ الحيوان. بالله عليكم اللي احنا لخصناه في الفيديو الاول والفيديو الثاني 5 دقايق مثلا 6 دقايق، دول صعب ان احنا نذاكرهم؟ والله طلبه بتيجي تقول لي يا مستر احنا بنبقوا طالعين من الحصه واحنا فاهمين الاجزاء دي كلها. الكلام ده صعب؟ هنشاهد دلوقتي كل كلمه انا قلتها على السبوره من الحيوانات او من النبات على الشاشه. شكرا لكم. تاني اولى اعدادي.